ايه رأيك لو اقولك ان شهر رمضان ممكن يكون افضل فرصة في السنة تعالج بيها ادمانك للموبايل؟ ايوه، نفس الشهر اللي معظم الناس بتقضي فيه او وقت اطول على الموبايل ممكن يخليك تسيطر عليه بدل ما هو يسيطر عليك. يلا بينا ندخل في الموضوع. خليني اسألك سؤال بسيط: انت في شهر رمضان بتقدر تستحمل الجوع والعطش ساعات طويلة، صح؟ صح. طيب لو قدرت تتحكم في حاجة أساسية زي الأكل والشرب، يبقى ليه ما تقدرش تتحكم في الموبايل؟ الحقيقة إن شهر رمضان بيعلمنا حاجة مهمة جدا، هي السيطرة على العادات. يعني إيه؟ يعني لو بدأت تعمل قاعدة بسيطة في شهر رمضان: مفيش موبايل أول ساعة بعد الفطار، يبقى بدل ما تمسك الموبايل ممكن تقعد مع أهلك، تصلي، تقرأ قرآن، أو حتى تتمشى. ولو قررت العادة دي كل يوم لمدة 30 يوم، عقلك هيبدأ يتعود إن الموبايل مش أول حاجة تمسكها. وساعتها هتكتشف حاجة غريبة: إن المشكلة ما كانتش في الموبايل، المشكلة كانت في العادة. الخلاصة ومن الآخر، خليك فاكر دايما إن شهر رمضان مش بس فرصة تغيير علاقتك بالأكل، ولكن شهر رمضان فرصة تغيير علاقتك بأي عادة مسيطرة عليك، ومنهم الموبايل. فخليني أسألك سؤال بصراحة: أنت بتقضي كام ساعة يوميا على الموبايل في شهر رمضان؟ مستني إجابتكم في الكومنتات. سلام عليكم.